السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الركلة ركنية مريخية قادمة في هذا الوقت تحديدا. هل سيأتي أو ستأتي بالهدف الأول؟ نتابع إبراهيم ودفاعات هلال الجبال تلعب كرة عكسية لمسة يسارية ختمت من القادمين من الخلف تماما. هنا الكابتن تسديدة كانت في المرمى مباشرة. نتابع كيف سدد الأمير كمال وأعلن عن تقدم، يراقب كيف سكنت الكرة الشباك. هنا الكرة العالية ولجت الشباك وأعلنت عن أول لمصلحة المريخ بعد أن دون اللاعب الصاوي الهدف الثاني وجاء أجو بالهدف. شوف نتابع مرة وعدى أجو سدد كرة في المرمى والهدف الثالث لمصلحة المريخ. في هذه اللحظات ربما يستعيد المدرب المتميز. شوف كيف مر تيري ترقب ومهد كرة على أروع ما يكون. جاء من الهدف الثالث والهدف هلالية لفريق هلال الجبال. الانطلاقة مرة وعدى وفاز. ركلة جزاء على الحارس محمد المصطفى لمصلحة هلال الجبال. هلال الجبال يبحث عن تسجيل أول الأهداف في هذا اللقاء. خطأ وقلطة الشاطر دائما تكلف الكثير. مرة وعدى صبري وانطلق، وهنا التدخل من قبل الحارس محمد المصطفى وحكم اللقاء يمنح فرقة هلال الجبال أفضلية ركلة الجزاء في هذه اللحظات. محمد المصطفى بجانب لاعب هلال الجبال يضع كرة في المرمى. يا سلام، نظرة همس لمصلحة فريق الهلال بعد ان تمكن في وضع الكرة في الشباك. هنا الرياح انتفضت شباك المريخ لكونتر اتاك مريخية. توني أجو يلعب كرة خلف الدفاعات ساقطة. الجيزوني هوبا نحو المرمى دون تفكير ولكن بوعي تام من ثقير من شبلي. يقدم مستوى عالي ورفيع مع فرقة المريخ، يضيف في رصيده الهدف السادس ويسجل هدفه الأول، والمريخ يتقدم بالهدف الرابع مقابل هدف وحيد لمصلحة المريخ. توني أجو الأسيست الثاني وهدف جميل لهذا النيجيري. تلعب كرة، تعدي كرة، تسجل كرة، تدون كرة، والفرحة المريخية حاضرة. ساقطة خلف الدفاعات بالراس، تحولت من جديد لمصلحة هلال الجبال. هنا التسديد أراد أن يسجل، سجل، دون، سدد، صوب وجاء بالهدف الثاني
لمصلحة هلال الجبال. هنا سجل كيف عادت الكرة بصورة خاطئة من قبل عبد الرحمن كورونكو، سجلت على يمين الحارس محمد المصطفى الغائب تماما عن الشباك، وجاء الهدف الثاني لمصلحة الفريق الهلالي هلال كادوغلي ليسجل صراحة هذه النتيجة في العام كما ذكرت، كما سجل هذه النتيجة في العام